السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا وسهلا بكل حبيبي اللي بيتابعوني، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله فيديو جديد، فيديو جميل جدا هيعجبكم. أخيرا وبعد طول انتظار دخلت بيتي صاحبتي وأختي، جات لي بقى النهاردة وقضينا اليوم مع بعض. هيبقى يوم جميل أوي، هنعمل فيه حاجات حلوة. أتمنى إن الفيديو يعجبكم. وهي بالمناسبة عندها قناة تجارب مش دوت أم. قناة حلوة قوي بتقدم فيها منتجات، كل المنتجات اللي بتخص بقى البيت. اي حاجة جديدة بتنزل السوق بتقولك على الاسعار بتاعتها وعلى الجروب اللي موجودة فيه. قناة جميلة جدا، ادخلي فيها تستفادي منها بإذن الله. نشوف بقى النهاردة الفيديو بتاعنا هيمشي ازاي. بجد هيعجبكم، هنعمل فيه حاجات حلوة. بصوا احنا مش هعمل معاكم النهاردة روتين. بس هنشوف بقى نعمل حاجة حلوة وهنعمل الغدا بتاعنا. يلا بينا نقول بسم الله. اول حاجة هنبدأ بيها قلت نعمل كده كيكاية حلوة نفطر بيها الصبح. فهنعمل بقى كيكة حلوة كده من الكيكات اليومية الجميلة. معايا هنا بيضتين وحط عليهم طبعا رشة كده من الفانيليا، معلقة صغيرة فانيليا. والسكر معايا كوباية ونص من السكر. هنضرب بقى البيض مع السكر. هنضرب بقى البيض مع السكر كويس. لو عايزه تضيفي بيضه كمان يبقى 3 بيضات تمام، بس انا البيض بتاعي كان كبير فاستكفيت ببيضتين وحلوه جدا والنتيجه بتاعتها حلوه. معايا هنا كوبايه الا ربع من الزيت، هننزل بيها وبرده هنضرب كده المكونات. بعد كده هننزل بكوبايه من اللبن. بس هي دي كده المكونات الايه السايله بتاعتنا. معايا بقى 3 كوبايات من الدقيق، عليهم كيس كيك شيف ورشه من الملح. بس كده هنبدأ بقى ندخل الدقيق بتاعنا، وبعد كده نحط عليه السوائل بتاعتنا. طبعا في الوقت ده الفرن بتاعي شغال مسخناه على 180 درجة او على الدرجة المتوسطة بتاعة الفرن بتاعي. ده اهم حاجة ان الفرن يكون متسخن قبليها. طبعا ما تسخنيش، من نجاح الكيكة ان انت برضو ما تسخنيش الفرن قوي وتيجي لما تدخلي الكيكة ان انت تبدأي تهديه. ده هيعمل ان الكيكة هتستوي من بره ومن جوه هتبقى نية. هنا بقى قسمت المقدار بتاعي نصين. في مقدار منه حطيت عليه كده معلقتين 3 من الكاكاو، على حسب ما انت عايزة اللون بتاع بتاع الكيكة بتاعتك يبقى الدرجة بتاعته عاملة ازاي. وهنضيف برضو معلقتين من اللبن بحيث ان تخلي المقدارين تبقى السيولة بتاعتهم واحدة. هنبدأ بقى كده. انا استخدمت الصينية دي دهنها كده بالزيت وبطناها بالدقيق، وهنبدأ نحط جزء من الخليط اللي الفانيليا والجزء التاني اللي بالكاكاو عليها. طبعا انت في الوقت ده بقى فنني براحتك بقى في الرسمة اللي انت عايزاها. كنت عاملاها معاكم قبل كده على القناة اللي هي بالتايجر، هي نفس المكونات بس كنت عاملاها في صينية بقى مدورة وهي عاملاها شكل التايجر، تبقى برضو جميلة اوي. من الكيكات الجميلة المغذية طعمها جميل جدا. اعمليها كده وخصوصا لو عملتيها بقى بالشكل التايجر بتبقى شكلها جميل قوي، تشرفك كده قدام اي حد وطعمها جميل. بصوا كده خلاص بقى الكيكة بتاعتنا كانت طلعت وبدأت ان هي هدت شوية. بصوا جميلة اسفنجية كده وجميلة جدا، ريحتها وطعمها جميل. اتمنى ان انتوا تجربوها هتعجبكم جدا. وهنا استخدمت برضو القبات دي كده برضو تدي شكل حلو، الاطفال بيحبوها قوي. خلصنا كده الكيكه بتاعتنا وبدأنا ان احنا بقى نفطر. وهندخل بقى على الغدا. هنعمل معاكم النهارده حاجه حلوه قوي ما عملتهاش معاكم قبل كده، هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. حاجه برضو جميله قوي الاطفال بيحبوها. انا حبيت انها طبعا لما يبقى عندك عزومه، هي طبعا مش عزومه دي اختي، بس لما يبقى في حد جايلك شوفي هو هيحب ايه. لو طبعا حد كبير طبعا الناس الكبيرة بتحب اكتر الاكل بتاع زمان. طبعا انا يعتبر احنا كان معظمنا اطفال، طبعا اولادي واولادها، فيعتبر الاغلبية اطفال. فانا حبيت ان انا اعمل حاجة الاطفال بيحبوها.
هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. وصفة جميلة جدا جدا هتعجبكم. كان يوم جميل قوي بجد، مفيش احسن من الصحبة الحلوة. وبصوا يعني انا مسميها كده تحويشة العمر. بجد الصحبة الحلوة دي فعلا هي تحويشة العمر الواحد بيطلع بيها. ربنا يديمها يا رب نعمة كده ويخلينا لبعض، اللهم امين. هنعمل بقى ايه؟ هنعمل الناجتس. بصوا الطريقة دي عايزاكم كده تجربوها ورايا وانتم مغمضين، جميلة جدا جدا جدا. بص بقى، انسي بقى الحاجات اللي بتجيبوها من بره دي. معايا هنا كيلو الا ربع من البانيه، صدور الفراخ. كيلو الا ربع صدور فراخ. عايزة تعملي صدور ووراك تمام، بس انا بحب الصدور احسن في الفرن. يبقى كيلو الا ربع من صدور الفراخ. حطيت عليها حوالي 350 جرام كده من البطاطس. انا سلقاها. ما بتبانش خالص البطاطس، ما بتبانش خالص في الفراخ، بس طبعا بتزود الكمية معاكي وبرده قيمة غذائية للفراخ. تمام كده. مقدار الفراخ حطي نصه بطاطس. حطي نصه بطاطس. معايا نص كوباية من البقسماط المطحون. معايا التوابل بتاعتي هنا، معايا معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة سكر، وطبعا الفلفل الأسمر، ومعلقة كبيرة من البصل البودر. البصل البودر معلقة كبيرة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. والملح بقى بتظبطي الملح بتاعه. وهنا الإضافة دي جميلة جدا، وهي مرقة الدجاج. بتدي طعم جميل جدا. لو عندك بهارات فراخ استخدمي معلقة صغيرة بدلها. انا بهارات الفراخ كانت خلصت عندي، فجبت الكيس ده وضفته. بيدي طعم جميل جدا، بيفرق جدا في الطعم فعلا. بس هو ده الناجتس بتاعنا. جميل جدا جدا، جربيه بجد هتعتمديها الطريقة دي على ضمانتي. هاتي حتى ربع كيلو وابدأي اعمليه لأولادك، هيعمل معاكي كمية حلوة. هنا خلاص بعد ما عملتها كده كويس، ضربتها كويس. هنبدأ ان انا افردها على كيسين كده. بتفتحي كيسين من اكياس التلاجة، ندهنهم حاجة بسيطة بالزيت، وابدأ ان انا افرد العجينة عليها. بعد كده هنبدأ نقطع بقى بالاشكال اللي انت عايزاها. انا عندي كده قطعت البسكوت دي، فهبدأ ان انا اقطع بيها. ممكن تعمليها على شكل كده مستطيل، وتبدأي ان انت تقطعي بالسكينة بالكوباية. بصي الشكل اللي انت عايزاه ابداي قطعيه. اهم حاجة ان انت ما ترفعهاش قوي ولا تسخنيها قوي، تبقى كده في الوسط، هتبقى حلوة قوي معاك. بعد ما نخلص التقطيع خالص هنيجي بعد كده حطها في الفريزر تقعد لها كده ربع ساعة ولا حاجة قبل ما نعمل بقى ايه الكفر بتاعها. طبعا ما بين كل طبقة وطبقة بنحط كده كيسة، ونبدأ ان انا احط عليها عشان ما يلزقوش في بعض. بجد يا حبايبي طعمها جميل جدا. اعملي بقى معاها حبة مكرونة زي ما انا عملت كده النهاردة. اعملي العيش اللي هو السوري، وابدأي اعمليها سندوتشات جميلة اوي. هنبقى نعمل بإذن الله معاكم العيش السوري كده، ونعملها زي السندوتشات كده زي بره، بتبقى جميلة جدا. خلاص كده خلصنا الكمية بتاعتنا وحطيتها بقى في الفريزر شوية. هنبدأ بقى نعمل الكفر بتاعها. الكفر معايا هنا بيضتين، وحط عليهم ربع كوباية كده من اللبن. ونبدأ نحط طبعا الملح والفلفل، وطبق فيه دقيق. والطبق التاني معايا بقسماط، معايا اللي هو الكريسبي اللي هو الأصفر ده. وبرده حاطة حبة دقيق عليهم ومعلقتين من النشا. تفرق قوي في الكفر بتاعك. ما بيشربش معايا زيت، وكمان بيدي قرمشة حلو. اللي هو الكريسبي الاصفر ده موجود عند اي عطار. لو ما لقيتهوش ممكن تستبدليه بكورن فليكس. ممكن تحطي اللي هو الدوريتوس. جيبي مثلا كيسين وابدأي ان انت اطحنيهم كده طحنة خفيفة. تمام. هو ده الكفر كده بتاعنا. وهنبدأ طبعا نتبلهم سواء الدقيق او البقسماط. هنتبلهم برضو بملح وفلفل وثوم وبصل بودر. بصوا هنا بعد ما طلعتها كده من الفريزر بتكون مسكت نفسها شوية. هنبدأ بقى نحطها في الكفر. دقيق، بيض، بقسماط.
شايفين اهي كده دقيق بيض. وبعد كده نحطها في الكفر بتاعنا التاني اللي هو البقسماط والكورن فليكس. لو حابة ان انتي تعملي الكفر بتاعها يكون اكتر من كده، ممكن بعد ما تحطيها هنا تيجي مرجعاها تاني للبيض وتبدأي تحطيها تاني في الكفر ده، بحيث ان يبقى ايه الكفر بتاعها سميك شوية. بس هي كده حلوة قوي. بعد ما نخلص كل الكمية بتاعتنا هندخلها تاني برضو الفريزر 10 دقايق كده ولا حاجة، قبل ما نبدأ ان احنا نحطها في الزيت. عايزاكم بقى تدخلوا عند تجارب مش كده، هتشوفوا بقى بقية الفيديو عندها. يا رب ان شاء الله كده يعجبكم، وانا متأكدة ان القناة هتعجبكم وهتستفادوا منها بإذن الله. بس كده كده كنا خلصت بقى الكمية بتاعتي، وعملت بقى حبة مكرونة زي ما قلت لكم. كان في برضو محشي. بجد الاكل جميل. مش بصوا مش بالاكل والله، كفاية بس القعدة الحلوة والصحبة الحلوة. احنا صحاب من امتى؟ من الاعدادي. فانا ما عنديش اخوات، فهي دي الاخت والصحبة بجد، يعني زي ما قلت لكم كده تحويشة العمر. فالحمد لله. ربنا يا رب كده يديم المحبة ويديمنا كده في حياة بعض، اللهم امين يا رب. وعايزة كده كل اللي يسمع الفيديو حبايبي كده واخواتي تقولوا لها ما تتأخرش عليا وتبقى تجيلي كده على طول، عشان ده بصوا الزيارة دي بقالها سنين. انتوا متخيلين بقالنا كام؟ يجي 3 4 سنين اهو، داخلين في 4 سنين. شفتوا بقى؟ شايفين بقى الصحوبية؟ شايفين الصحوبية والأخوة تقعد بال4 سنين ما تجيش كده بيت أختها. بس أنا عارفة طبعا المشاغل، وهي برضو عشان الأطفال والمسافة برضو ما بيني وما بينها. فالله المستعان. كده كده أنا بروح لها لما أنا بروح لوالدتي، علشان هي جنب والدتي، فكده كده أنا بروح لها لما بروح لماما. بس عارفين بقى يعني هي لما اتجوزت انا ما كنتش ببطل، بص كنت كل يوم عندها. جيت انا بقى اتجوزت، فطبعا اتجوزت بعيد عنها، فمش مفروض بقى اتخلى عندها دم كده وترضي بقى اللي كنت بعمله معاها. فهتشوفوا بقى، عشان كده بقول لكم ادخلوا بقى في الفيديو بتاعها على الفيديو بتاعها هتشوفوني بقى عملت فيها ايه، طلعت عليها القديم والجديد. كده بقى كنا خلاص خلصنا كده. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى اللايك الجميل منكم يا احلى اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.